بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض اكلتي المفضله وهي الكشري. طعمه لذيذ جدا زي المطاعم بالظبط، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. في البدايه طبعا حطيت الحمص على البوتاجاز يتسلق معايا، وعندي في الحله نزلت معلقه كبيره من الزبده مع معلقتين كبار من الزيت، وعندي هنا بصله وسط مقطعاها مكعبات صغيره جدا. هنبدا نقلب كده لحد ما البصله تاخد معايا اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده هنزل عليها باربع كوبايات من عصير الطماطم. هنا اول بصرة عندي ما اخدت اللون الذهبي هنزل بالعصير الطماطم، وبعد كده هقلبها تقليبه خفيفه، وهنحط بقى الاضافات بتاعتنا اللي هي مرقه ماجي، وحطيت كمان ملح وفلفل اسود، وهنغطيها ونسيبها تغلي معانا. عندي هنا الحمص بتاعي بدأ يغلي، هنشيل كل الريم الابيض، وكل ما يحتاج ميه نزود لحد ما يتسلق معانا تماما. هنهدي بقى النار على الطماطم ونسيبها تتسبك كده على نار هاديه. هنا كميه المكرونات والرز اللي انا استخدمتها، وهنرجع بقى نعمل مع بعض الكشري. عندي هنا في حله على البوتاجاز نزلت معلقه كبيره من الزبده مع معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت، وانا بحب دايما استخدم الزبده، بيدي طعم جميل للاكل. بعد كده هزود بقى عندي الشعريه، دي اول حاجه ضفتها، وهنقلب لحد ما الشعريه تاخد اللون الذهبي. هنا هنضيف بقى الرز طبعا مغسول ومتصفى تماما، وهنقلب لحد يعني حوالي دقيقه، افضلي اقلبي في كده في الرز لمده دقيقه، وبعد كده هنضيف بقى بقيه المكونات. هنا هنضيف انا المكرونه الصغيره، وكمان ضفت مكرونه وسط، وممكن كمان نضيف مكرونه القلم لو حد عايز. وبعد كده هنضيف بقى المكرونه العدس الاصفر والعدس اللي هو البني. والكميات زي ما انا ما قلت هنكتبها لكم بالجرام لو حد حابب نفس الكميه اللي انا عملتها، ولو حد حابب يزود طبعا الموضوع في النهايه اختياري. وكمان ضفت مكرونه سباكيتي، انا ضفت كميه شويه كتير لان احنا بنحب طعمها جدا. وبعد كده هتبقى هنضيف الميه بتاعتنا. هنا انا عندي المية طبعا ده لتر، وبعد كده هزود كمان نص لتر. حطيت مرقة ماجي، وحطيت كمان كزبرة ناشفة وملح، وقلبتهم كويس جدا ونزلت بيهم على المكرونة. لازم ان كل كمية المية اللي عندك مغطية المكرونة تماما. بعد كده هنغطيه، واول ما يبدأ يغلي معاك هتقلبيه تقليبة خفيفة، وتسيبيه بقى على نار هادية لحد ما يستوي. كده مش هتضيفي عليه مية تانية. طبعا هنا الحمص هيحتاج مية، هنزود المية برضو، هنسيبه لحد ما يتسلق تماما. بعد كده هنحضر مع بعض بقى البصل. عندي هنا 6 حبات من البصل، حجم وسط. انا اقطعها بقى بالسكينة او بالمبشرة زي ما انتوا عايزين، بس هي المبشرة اسرع شوية. بعد كده هجيب صينية، وهحط الاول معلقة من النشا الذرة، وهنحط كل كمية البصل اللي عندنا في الصينية، وهنزود كمان من فوق معلقتين نشا، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده تبقى نرجع نقليه. النشا بتخليه فعلا مقرمش، والتاني يوم فعلا بيبقى محتفظ بقرمشته، وبيبقى طعم جميل جدا. هنا بقى عندي المكرونة بتاعتي او الكشري بتاعي خلاص كده بدأ يشرب ميته، هقلبه تقليبه خفيفة، وهنسيبه بقى على نار هادية كده لحد ما يشرب ميته كلها. هنا بقى عندي الطماطم خلاص اتسبكت معايا، وكمان عندي الحمص خلاص قرب يستوي. بعد كده هاخد من الطماطم اللي عندي، هاخد حوالي كوباية، وبعد كده هضيف عليها معلقة كبيرة من الشطة، ونقلبها كده تقليبة خفيفة تاخد بس غلوة سريعة كده. وكده كمان هيبقى عندي شطة جاهزة. عندي هنا في طاسة بقى على البوتاجاز نزلت بكمية مناسبة من الزيت، واول ما يبدأ يسخن معايا، مش عايزاه يسخن تماما، عايزاه بس كده ياخد حرارة خفيفة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هننزل بقى بكمية البصل، انا نزلت بنص الكمية، وبعد كده عملت البصل الكمية اللي عندي كلها عملتها على مرتين. اهم حاجه هنا ما تسيبيش البصل وبعد كده ترجعي تقلبيه بعد وقت طويل، لازم تقلبيه من فتره للتانية. عندي هنا في الكبه بتاعتي نزلت بكوبايه من الميه المغليه، عليها معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وكمان معلقه صغيره من الملح، ونزلت براس من الثوم، وبعد كده ضربتهم كويس جدا. وبعد كده ضفت الخل. اهم حاجه هنا الميه تكون مغليه، يعني اول ما تاخديها كده ترميها على البوتاجاز تحطيها على طول في الكبه. بعد كده ضفت كمان كوباية من الخل، وهنطحن لحد ما نتأكد ان التوم عندي ناعم تماما. كده تبقى عندك الصوصة جاهزة وبنفس طعم المطاعم بالظبط، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بعد كده طبعا البصل عندي خلاص قرب يستوي، هنقلب كده زي ما قلت من فترة للتانية لحد ما ياخد اللون الذهبي، وبعد كده نرجع نخرجه بقى على منديل مطبخ او في مصفى، علشان خاطر لو في اي زيت يصفى منه.
هنا عندي طبعا كل حاجتي خلصت، الكشري عندي بقى تمام. هنرجع بقى نقدم باي طريقه انتوا تحبوها او اي طريقه تزيين انتوا بتحبوا تعملوه، فمفيش اي مشكله. بعد كده طبعا ضفت الصوصه بالشكل ده، وانا بحب الحمص جدا، حطيت كميه مناسبه. وبعد كده رجعت حطيت كمان البصل من فوق، وحضرت طبق تاني بطريقه تانية. زي ما قلت في النهايه الشكل بيبقى على حسب الشخص، زينوا الطبق زي ما انتوا عايزين. وبعد كده رجعت قدمته بقى مع الخل. فعلا كان طبق طعمه لذيذ جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وقدمت كمان من كل حاجه كده في طبق صغير عشان لو حد حابب يزود. بتمنى فعلا تكون وصفه النهارده انها تعجب حضراتكم، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وان شاء الله تستنوني في فيديو جديد بوصفه جديده.